امثالنا النهارده اللي ما ربيتوش الاهالي تربيه الايام والليالي، واللي ياكل الضرب مش زي اللي يعده، وامشي عدل يحتار عدوك فيك. ازاي هنطبق الامثال دي في حياتنا الاسريه والاجتماعيه؟ ده اللي هنشوفه سوا. انا فريده من برنامج مع فريده، وربنا يهدي سرك. اول مثل معانا النهارده، اللي ما ربيتهوش الاهالي تربيه الايام والليالي. بيرتبط المثل ده ان اللي ما ترباش في بيت اهله واهله ربوه صح، اكيد الايام والليالي الصعبه هي هتربيه، بس هتربيه بالطريقه الصعبه. اللي فشلوا اهلك في تربيته فيك، الايام والليالي هتعلمهولك قهر ونكد وحزن وظلم واحتقار من اللي حواليك. طب هو في اهل ما بيربوش عيالهم؟ في قاعده طول النهار على الفيس بتشير وبتنزل بوستات وتنزل اغاني وبتكلم صاحباتها على الفيس، وعايشه حياه افتراضيه بعيده عن عيالها خالص. في بتصحى من النوم ما بتعرفش في ايه في شقتها ولا في مطبخها غير كوبايه النسكافيه اللي بتخش تعملها الصبح عشان تعدل دماغها عشان تبدا يومها. في تعرف عن صاحباتها وعن نادي وعن عيال صاحباتها اكتر ما تعرف عن عيالها. في ما تعرفش عيالها ذاكروا وراحوا دروس ولا ما راحوش دروس، ولو راحوا دروس هم فعلا راحوها ولا هربوا منها وخدوا فلوس الدرس عشان يشربوا بيه سجاير مثلا. في ما تعرفش يعني ايه مطبخ ويعني ايه طبيخ ويعني ايه لمة عيلة على الغدا على السفرة كلنا مع بعضينا، كل واحد من عيالها في أوضة ماسك الفيس بتاعه بيقلدها وعمال يكلم برضو صحابه أو صحباتها الافتراضيين أو الحقيقيين، ولو جاعوا تطلب لهم ديليفري. في ما تعرفش غير لبسها ومكياجها وخروجاتها واصحابها او صحباتها على الفيس او في النادي، وما تعرفش حاجه عن عيالها. في ما تعرفش عيالها مصاحبين مين وبيخرجوا مع مين، ولما بيخرجوا بيروحوا فين، ولما بيروحوا المكان ده بيعملوا ايه، وممكن تكون ما تعرفش هما بيرجعوا الساعه كام اصلا. هي في عالم تاني. في بالنسبه لعياله فلوسه بس، عايز كام يا حبيبي؟ عايز فلوس الدرس يا بابا؟ طيب اتفضل، طيب خد، طيب عايزين هدوم، عايزين نشحن، عايزين الواي فاي، عايزين اتفضل. في ما يعرفش يقعد مع اولاده ويشتكوله ويحكوله عن حياتهم وعن يومهم وعن ايه مزعلهم ومصاحبين مين ومشاكلهم، ما يعرفش. في لو سألته ابنك في سنة كام ما يعرفش، هو فعلا ما يعرفش. هو حوالي سنة رابعة أو خمسة أو ستة، هو تانية إعدادي تقريبا أو أولى ثانوي مش فاكر. في ممكن يكون مشغول بحياته الجميلة ونزواته وستاته. قلنا في الأول إن الست طول النهار قاعدة على الفيس بتكلم صحباتها وبيخرجوا مع بعض ومهتمية بشكلها وبلبسها وبعربيتها، مش مهتمية بالراجل. فأكيد الراجل باصص بره ومعاه واحدة تانية بتحبه وبتقوله يا بيبي، وعايشين الحياة الوردية. هي في ناحية وهو في ناحية والولاد كلهم في ناحية. يبقى الأهالي ما ربتش، الأهالي ما كانتش فاضية تربي، الأهالي كان عندهم أهم من تربية عيالهم. وأنا في رأيي إن الأم هي اللي غلطانة، لأن الأم هي عماد البيت، هي أساس البيت. حتى لو الراجل أو جوزها فاشل في تربية ولادها وهو فعلا بالنسبة لهم مجرد فلوس ومش مشارك في التربية وشايل ايده من مسؤوليتهم وكل حاجة، بس انتي موجودة. انتي لازم
تطبخي وتجمعي عيالك كلهم على السفرة في وقت معين، يشوفوا بعض ويتكلموا مع بعض. انت اللي لازم تصحي من النوم الصبح بتصبحي على اولادك وتجمعيهم على الفطار وتشوفي يومهم عامل ازاي النهارده. انت يا حبيبتي يومك عامل ازاي النهارده؟ انا يا ماما هروح المدرسه، هطلع من المدرسه الساعه 4، هاجي اتغدى معاكم وانزل الساعه 6 درس الرياضه وارجع منه الساعه 8، وبعد كده هنام، او بعد كده هخرج مع صحباتي هنروح نقعد في النادي من 8:30 مثلا ل10:30، يبقى انت هنا الساعه 11. يبقى انت كده عرفتي جدول بنتك النهارده ايه، وصحباتها اللي هتقعد معاهم في النادي انت عارفاهم. انت مش عارفاهم بس، انت عارفه امهاتهم وعندك فكره عن ابهاتهم، وعارفه البيوت اللي العيال دي متربيه فيه تناسب تربيتك لبنتك بالالتزام بحذافير اليوم زي ما احنا لسه قايلين، ولا سايبينها سداح مداح. ما هم لو زي بنتك في تربيتها اوكي يا حبيبتي، يبقى هو انت عارفه برضو ان صاحباتها على نفس السيستم وهيروحوا معاها في نفس التوقيت. ما تجيش واحده بقى بتسهر لواحده واتنين وتقعديها معاهم، هتلخبط لهم دماغهم. وانت يا حبيبي وراك ايه النهارده؟ يا ماما انا ورايا مدرسه وهطلع على ماتش الكوره وبعديها الدرس وبعد كده هكون في البيت على 10:30. يبقى انت معاكي خط سير ولادك، هتتصلي بيهم في اي وقت من الاوقات دي، هتلاقي وقت الدرس هتتصلي بيها هتلاقيها في الدرس، وقت الماتش هتتصلي بيها هتلاقيه في الماتش، وقت المدرسه هتتصلي بيها هتلاقيه في المدرسه. متابعه عيالك الساعه كام، رايحين فين، مع مين. هي دي الام. ايه ده يعني الراجل ملوش علاقه خالص؟ يعني الراجل مش غلطان؟ لا الراجل غلطان. الراجل غلطان في غلط واحد بس، انه معرفش يختار ام لاولاده، معرفش يختار ام صالحه من بيت اصل متربيه على الاصول، على العيب والغلط والحرام والحلال. يبقى فشل، يبقى غلطان، يبقى جاب ام اي كلام لعياله. طب كده خلاص الولاد راحوا ما تربوش؟ مش هيتربوا؟ لا هيتربوا، بس هتربيهم الايام والليالي. لما انت ما تكونيش واخده بالك من صحبات بنتك وطريقه لبسها وبتخرج فين وبتخرج مع مين وهي مطنشه. البنت لما تخرج الشارع وتصاحب بنات اي كلام انت ما تعرفيش عنهم حاجه، ويروحوا مكان مش حلو، اكيد هتتعرض لمعاكسه، لمضايقه، لتحرش، ويوصل الامر الابعد من كده. هتتقهر وهتتنكد وهتبقى زعلانه. علمتها الايام والليالي، لما زعلتها، لما نكدت عليها، لما قهرتها، كده الايام والليالي علمتها. بعد كده البنت هتقول لك لا انا مش هروح المكان ده تاني. ممكن انا اللي لبسي كان ملفت زياده عن اللزوم خلت الولاد يعملوا حركات مش لطيفه او يتكلموا معايا بطريقه مش لطيفه. لا انا بنت ناس، لا انا ما ينفعش ان ولد يقول لي الكلام دوت او ولد يعمل فيا الكلام دوت لمجرد ان انا لابسه لبس وحش ورايحه مكان مش حلو مع بنات سمعتهم وحشه. لا انا هعمل ستوب لنفسي، لان الدنيا ضربتها على وشها القلم اللي المفروض ان انت كنت اديتهولها. لما ابنك يخرج مع اصحابه اللي اي كلام، اللي امهاتهم برضو ما عرفوش يربوهم، والولاد ينحرفوا يعكسوا بنات، يشربوا مخدرات، يعملوا اي حاجه غلط بيها ممكن البوليس يمسكهم. لما ياخدوا القلمين في التخشيبه ويجي ولي امرهم عشان يستلمهم، هتكون علمته الايام والليالي. انت ما قدرتيش تقولي له يا حبيبي المفروض ان احنا نصاحب ناس كويسه، اصحابك لازم تنقيهم يعرفوا العيب، يعرفوا الحرام، ما يعملوش الغلط، يعاملوا بنات الناس على انهم اخواتهم طالعين من بيت اصول صح.
يا حبيبي ما ينفعش ان احنا نشرب مخدرات او سجاير او الكلام ده كله، لانه غلط على صحتنا ومش من ديننا ومش من اصلنا ومش من عاداتنا. ما سمعتهوش انت الكلام ده، بس الدنيا اكلتهوله شربتهوله. لما تنكد وتهان وتقلب كرامته الارض وتبات في التخشيبه يوم، اتعلم، بدأ يرجع لنفسه يقول ايه ده؟ لا، مش انا اللي اتهان، مش انا اللي اتمرمط، مش انا اللي صاحب دول ما ينفعوش يبقوا اصحابي، لا انا شبههم ولا هم شبهي، ويقتصر عنهم كده. يبقى الايام والليالي هي اللي علمته. نفس النتيجه اللي وصل لها البنت والولد دي هيوصلوا لها، حتى لو الام ربت والاب اهتم. ازاي؟ انا طول النهار بقول لابني عيب يا حبيبي، ما يصحش يا قلبي، ما ينفعش يا روحي، والاب يقعد معاهم ويعرف حكاياتهم ويعرف مشاكلهم ويحلها لهم. الاب مهتم والام موجوده، بس العيال اللي عوجه، اللي قليله الادب، مش راضيه تسمع ولا تفهم ولا تنفذ اوامر الاب والام، هيوصلوا لنفس النتيجه لما الدنيا تخبطهم في الحيطه. انا بمثلها بالظبط كده، لما تكون ماسك راس حد كل شويه بتخبط بيه في الحيطه، كل شويه بتخبط بيه في الحيطه، انت ما سمعتش الكلام، ما سمعتش النصيحه، طب خد. فقت؟ لا انا لسه مستمر في الغلط. يعني انت لسه مستمر؟ طب خد. فقت؟ لا انا كده تمام، انا مش هعمل غلط تاني. بالظبط هو ده المثال اللي الدنيا بتعلمنا بيه، بتخبط راسنا في الحيطه، ومع كل خبطه ومع كل ضربه هنتعلم حاجه، حتى لو ما اتعلمناش من اول مره. علشان كده اللي بياكل الضرب مش زي اللي بيعده. بيرتبط المثل ده ان كان زمان كان اللي بيعمل حاجه غلط كانوا بينفذوا عليه عقوبه الجلد بالصوت، بالكرباج. كانوا بيدوله 10 12 15 ضربه على ظهره بالصوت. وكان في واحد مسؤول عن تنفيذ العقوبة دي، اللي بتلاقيه تحت الشمسية قاعد بعيد كده بيتفرج، والجلد شغال، 1 2 3، والضربة اللي كانت تيجي أي كلام كان يقول له لأ عيدها تاني. علشان كده اتقال اللي بياكل الضرب هو اللي اتوجع، هو اللي اتأذى، هو اللي جسمه اتشرح، مش زي اللي قاعد في الشمسية بيعد. لا دي ما عجبتنيش، عدها تاني. ما انت قاعد تحت الشمسية في الهوا، مش حاسس بالوجع، مش حاسس بالألم. انت بقى متربي ولا مش عايز تتربى؟ مفيش حد يربيك، الدنيا هتعلمك. في حد يربيك وانت اللي مش عايز تتربى، الدنيا هتعلمك. كل مشكلة بتقع فيها اهلك السبب ان هم معلموها لكش، او اهلك علموها لك بس انت اللي ما سمعتش الكلام ونفذت الغلط، الدنيا هتعلمها لك. انت خرجت وشربت سجاير، شربت مخدرات، عكست بنات، تحرشت ببنات، وراحت الشرطه مسكتك واديتك علقه، هتتعلم. انت قلت لبابا ان انت رايح المدرسه، بس انت هربت من المدرسه وقعدت على ركن كده تشرب انت واصحابك سجاير، والشرطه مسكتك، هتتعلم. انت سرقت فلوس من مامتك او من باباك علشان تعمل بيها حاجه غلط، هتتمسك وهتتهان وهتتعاقب، والدنيا هتعلمك. انتي صاحبتي بنات مش كويسه ومشيتي معاهم مشي مش كويس، ولبستي لبس مش كويس، والبنات صاحباتك والمدرسه بعدوا عنك لانك بقيتي شبههم، اخلاقك وحشه، هتحسي بده والدنيا هتعلمك. اوعوا تفتكروا ان الايام والليالي لما بتعلم ولادنا بتطبطب عليهم.
دي بتعلمهم بالطريقة الصعبة، بالطريقة اللي بيها ينزفوا، بعد الشر عنهم، بس ينزفوا من مشاعرهم، من نفسيتهم، من شكلهم ومكانتهم وسط زمايلهم ووسط الناس. علشان كده اللي ما ربوش الاهالي ربوه الايام والليالي، ومع كل ضربة ومع كل جلدة هيتعلم صح، هيتعلم الصح من الغلط، واعمل ده ولا ما اعملش ده. الدنيا غبية، هي مزاجها انك انت تخوض التجربة الكاملة، هي مزاجها انك تقع في الغلط وتلطش فيك يمين وشمال، هي مزاجها تحطمك وتخليك تبكي وتتنكد، هي مزاجها كده. اوعى تفتكر بقى ان هي لما هتعلمك هتطبطب عليك. اسمع كلام امك وابوك، هم احن ناس واكتر ناس بيتمنوا ان انت تبقى احسن منهم. عمر مامتك ما هتنصحك نصيحة تأذيك بيها، عمر بابا ما هيقولك على حاجة يضايقك بيها. هم عايزينك تبقى احسن منهم وما تعملش الغلط، وتبقى مكانتك وسمعتك من اللي حواليك احسن من اي شيء. الدنيا اللي بتبقى قاعدة تحت الشمسية بتعد ضرب الايام والليالي على ظهرك، وتبقى قاعدة تقول لا 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 عيدها لي تاني، اصله ما اتعلمش من التجربة اللي انا اذيته فيها وعملها تاني، اضربهولي تاني. انا قاعدة اعد ومبسوطة، وخليه هو يتجلد، والايام والليالي ماسكة كرباج ونازلة على ظهره. بس انت حبيبي اتعلمت ان انت تختار اصحابك، وعيب ان انت تعاكس بنات او تشرب سجاير او تشرب مخدرات او تتحرش ببنات او تعمل غلط. لما اصحابك يقولوا لك تعالى نروح نشرب سجاير، تعالى نهرب من الدرس، تعالى نروح نسهر في المكان ده والمكان مش كويس، انت هتقول لهم لا، لان اللي بينضرب غير اللي بيعد. لما انت يا حبيبتي صحباتك يجي يقولوا لك ما تيجي نسهر ونتاخر ولا نصاحب شباب ولا، هتقولي لهم لا، لان اللي اتضرب غير اللي بيعد. لما تذاكري وتلبسي كويس وتهتمي بدروسك وتروحي المكان في ميعاد وترجعي في ميعاد، وما تقعديش تتميسي مع بنات اي كلام، هييجوا يقولوا لك يا حبيبتي انت اتغيرتي، هتقولي لهم اصل اللي انضرب غير اللي كان بيعد. علمتنا الايام والليالي، علمتنا من قهرتنا وزعلنا ونكدنا وكسرة نفسنا وكسوفنا واهانتنا، علمتنا. لما احنا اتعلمنا ومشينا صح، كل اللي كانوا حوالينا ومرتبطين بينا وبنخرج معاهم ونتفسح معاهم وبنتدلع معاهم بقوا اعدائنا. طول ما انت ماشي عدل وسبت الطريق المعوج اللي انت كنت ماشي فيه، هتلاقي كل اللي انت كنت ماشي معاهم دول اعدائك، وبيتمنوا لك الغلط ومستنينك تغلط او يدفعوك للغلط. طب ما تيجي بس انا بطلت سجاير، لا لا بس تعالى بس اشرب لك دي، طب ما تيجي بس اشرب، ايه رايك في هيقعدوا يلفوا حواليك علشان يرجعوك تاني للطريق بتاعهم المعوج. بس انت اتعلمت ومش هرجع تاني للطريق دوت، بس هما بقوا اعدائك. عشان كده بنقول امشي عدل يحتار عدوك فيك. طول ما انت بتقول لا على الغلط ومصمم وعندك قوة شخصية ومبادئ ان انت مش هترجع تاني للي انت كنت فيه، اصحابك اللي كانوا معاك دول اللي هم اعدائك هيبقوا محتارين نرجعه ازاي يبقى معانا ويرجع تاني معوج زينا. احنا ليه مش قادرين ان احنا نمسك عليه غلطة او نمسك عليه اي حاجة بيها نزله بيها علشان خاطر يرجع لنا تاني؟ احتاروا. طول ما انت ماشي عدل اعدائك احتاروا فيك. انت بقيت بتذاكر كويس ودرجاتك بقت كويسة وناجح بتفوق، لا 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 احنا مش عايزينه يذاكر، مش عايزينه يبقى احسن مننا. اعداء، دول اعداء. طول ما هم مش عايزينك تبقى احسن منهم هم اعدائك.
ايه ده، لا دي اللي بقت بتلبس كويس، لا دي بقت سمعتها كويسه، لا دي بقت شاطره في المدرسه، لا دي بتجيب درجات حلوه. لا لا، احنا لازم ايه، نخليها تتعود تاني معانا. طب ما تيجي نسهر، ما تيجي البسي اللبس اللي انت لبستيه قبل كده معانا كان جميل قوي عليكي، ما تلبسيه تاني. لا مش هلبسه تاني. لما لبسته حسيت بيه ان انا مبتذله، حسيت بيه ان انا مش بنت اصول متربيه. عريان زياده عن اللزوم خلت الشباب يتجرأ عليا ويقول لي كلام وحش، وانا اكبر من كده. انا واحده بنت ناس كرهوكي، بقوا اعدائك، هيقعدوا طول الوقت يفرقوا ان هما يخلوكي تاني ازاي شكلهم زيهم. بس خلاص احنا بنات محترمه متربيه شاطره مؤدبه، كل اللي يشوفها ينبسط منها، من ادبها واخلاقها وطريقه كلامها وطريقه لبسها. عشان انتي مشيتي عدل اعدائك احتروا فيكي، عايزينك يمشوكي غلط تاني بس انتي ثابته. والمثل طبعا الجميل بتاعنا، انتي داخله على جوازه وما عندكيش ام تنبهك وتقولك نصايحها وتقولك عاداتها وتقاليدها في بيتها، ما عندكيش ام بنت اصل تعرف يعني ايه زوج ويعني ايه بيت ويعني ايه ولاد ويعني ايه ربة منزل. ما عندكيش، ما اديتكيش نصايحها، فانت اتجوزتي ولبستي يا حبيبتي في الحيط. لقيتي فيه مسؤوليه ولقيتي فيه ولاد ولقيتي فيه راجل لازم يتعامل كويس ويتعامل على انه راجل البيت، ليه احترامه وليه تقديره وليه مكانته وليه ان هو يتشال فوق الراس. ما قالتلكيش ان انت لازم تبقي ست الستات في بيتك، تتكلمي مع راجل بدلع وبحب وبلاش نكد وبلاش نديه وبلاش عند. ما قالتلكيش ان انت لازم تبقي نظيفه في بيتك ولازم تحافظي على جوزك ولازم تبقي في احسن حال واحسن شكل واحسن ريحه. ما قالتلكيش. جوزتي حصل خناقات ومشاكل كتير بينك وبين جوزك. ما هو اللي ما ربتهوش الاهالي ربته الايام والليالي. ايام طويله عشت فيها نكد وحزن وخناق وشتيمه وقله ادب لانه زهق، هو طهق. انت مش عارفه واجباتك. وليالي كتير قعدت فيها معيطه وباكيه على مخدتك من اللي حصل لك طول النهار الصبح. علمتك الايام والليالي. لما الدنيا تكون قاعده تحت الشمسيه ومستنيه الايام والليالي وهي عماله تجلد في ظهرك كل شويه، هي مبسوطه. هي علمتك بالطريقه الصعبه. لا اصل انا جوزي بيتضايق مني علشان انا خاطر ما بعرفش اطبخ، امي ما علمتنيش اطبخ. لا افتح اليوتيوب واتعلم طريقه الطبيخ. على فكره هو لو حاسس ان انت فعلا بتتعلمي علشان تبقي كويسه وعملتي الاكل وحش هيبقى راضي، هيقولك المره الجايه هتعملي احلى، لان شايفك بتجتهدي بتعلمي نفسك. لو انت يا حبيبتي مش عارفه تتعاملي ازاي مع جوزك، النت مليان علاقات زوجيه وارشاد اسري. اقري واسالي وشوفي. لو ما عندكيش ام تربتك وعلمتك ازاي تتعاملي مع جوزك، كل ما يدخل من بره يلاقي البيت منعكش، يلاقي ما فيش طبيخ، يلاقيكي منعكشه فبيضربك فبينكد عليكي فبيهزقك فنفسيتك بتتدمر فبتنامي طول الليل معيطه. كل دي ضربات الايام والليالي بتديها لك على دماغك. فتعلمتي ان انا علشان اخلي ما فيش نكد، عشان ما تهزقش، عشان ما تنكدش، عشان ما عيطش، هتعلم. ما هي ما امك ما قالتلكيش، امك ما ربتكيش، امك ما علمتكيش يعني ايه بيت ويعني ايه اسره. خليتي كل اللي حواليكي يتنقز عليكي. شفت فلان متجوز مين، دي ما بتعرفش تطبخ، دي ما بتعرفش تروق، دي ريحه بيتها معفنه. ده انا مره رحت زرتهم فجاه لقيتها منعكشه وملابسه كده لبس وحش وريحتها اوف. كل دول حواليكي مش بعيد عنك. ممكن تلاقيهم اخوات الزوج، ممكن تلاقيهم اخواتك او عماتك او خالاتك او عماته او خالاته، حماتك حماكي. دي ناس قريبه منك في الدايره القريبه، مش هقولك حد من جيرانكم او حد من الشارع. كل دول كان مزاجهم ان هم يقعدوا يتنقزوا عليكي، ان هم يحبوا يقولوا عليكي فاشله، ما بتنفعيش، ده متجوزها ازاي، ده مستحملها ازاي. اعدائك. بس انت اتعلمتي الطبيخ وتعلمتي ازاي تعاملي جوزك وتعلمتي ازاي تبقي ست الستات في بيتك. احتروا فيكي. دخلوا البيت لقوه نضيف وانتي طابخه وانتي نضيفه وريحتك حلوه وريحه البيت حلوه.
مش عارفين يقولوا عليكي ايه. لما يجي يسالوا جوزك مراتك عامله ايه، يقول لهم ده زي الفل. يعني انت مش زعلان منها، بالعكس دي مخلياني على دماغها من فوق. هيحتاروا فيكي، هيحتاروا فيكي اعدائك، مش هيلاقوا كلام يقولوه عنك. حبايبي، لكل واحد فينا ربنا مديله هديه، امه وابوه. ولو في حد فيهم توفى لا قدر الله والله يرحمه، التاني موجود. ولو الاتنين مش موجودين، الايام والليالي موجوده. ما تقلقش، هتتربى. بس اللي عنده ام واب ده عنده كنز، يتعلم منهم ويشرب منهم على قد ما يقدر، عادات وتقاليد واصول. بس من واجب الاب انه يختار الام وبنت الاصول اللي تربي عيالها صح. من واجب الام ان هي تبقى في بيتها ست الستات، بنت الاصول المتربيه على الاصول ومربيه عيالها على الاصول. والولاد واجب عليكم مادام موجودين معاكم، حافظوا عليهم واسمعوا كلامهم وتعلموا منهم، لان هم عمرهم ما هيقولوا لكم حاجه تضركم او حاجه تقلل منكم او حاجه تزعلكم. عايزينكم دايما احسن الناس، مش هتلاقوا لا احسن منهم ولا احن منهم يقولوا لكم الصح فين. وان شاء الله ربنا يهدي سرك. ومع فريده ربنا يهدي سرك.